ناس كتير لسه بتسالني بتقول لي ايه اللي يخليني ازرع بنتجوره وما ازرعش فسيله، فتعالوا معايا اقول لكم ليه تزرعوا البنتجوره وما تزرعوش فسيله. اول حاجه تزرعوا البنتجوره عشان البنتجوره بتبقى مكونه المجموع الخضري الجميل اللي حضراتكم شايفينه ورايا ده، علاوه ان البنتجوره بتبقى مكونه مجموع جذري قوي وده اللي بيأهلها اللي هي تزرع في اي وقت في السنه. زائد ان البنتجوره دي ما بيبقاش فيها نسبه فقد نهائيا، يعني انت بتبقى واخد النخله وهتزرعها وضامن نجاح زراعتها بنسبه 100%. علاوه ان البنتجوره دي بتبقى سابقه الفسيله بمده تتراوح من سنه لسنه ونص، والفتره ديت اللي هي اتعمل لها فيها عمليه تحضير وقدرت فيه تكون المجموع الخضري والمجموع الجذري اللي حضراتكم شايفينه ورايا ده. طبعا البنتجوره اللي بتبقى طالعه من مشاتل الحياه بتبقى طالعه خاليه من اي اصابات، سواء اصابات فطريه او حشريه. علاوه ان احنا بنديكم عقد موثق بضمان الصنف لحد الاسمار، يعني انت واخد صنف برحي او مجدول او صقع او سكري بنبقى ضامنين لك الصنف ده. طب لو لا قدر الله وطلع صنف غير ده ودي حاجه مستحيله، احنا بنبقى ملزمين ان احنا نيجي نغلق النخله ديت بنفس عمر وحجم النخله اللي موجوده عندك في قلب المزرعه، ودي حاجه مستحيله يعني ما حصلتش ولا هتحصل عندنا. اما بالنسبه للفسيله، الفسيله بيبقى فيها نسبه فقد تتراوح ل 50%، لو انت قصرت معاها سواء في ري او تسميد او مكافحه بتبدا النسبه دي تزيد معاك وممكن توصل معاك نسبه 100%. زي ما حضراتكم شايفين الفسائل اللي احنا واقفين حوالينها ديت بنتجوره اتعمل لها عمليه تحضير، ديت نسبه الفقد اللي بتبان في قلب الفسيله بعد سنه عموما هيبقى فيها نسبه 50% مخضر و50% هينشف. وعشان كده بقول لك خليك في المضمون وازرع بنتجوره وابقى شايف الحاجه خضراء قدامك وما تستناش سنه على ما تشوف نسبه الفقد اللي عندك، وخليك في المضمون وازرع مشاتل الحياه. واستنوني في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.